السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت من الامهات اللي لما بيجي وقت المذاكرة بتقعدي مع اولادك عشان اهم حاجة يخلصوا واجبهم، عشان المدرس ما يقولهمش حاجة بكرة، عشان يبقوا شاطرين وكويسين واصحابهم يبقوا احسن من اصحابهم كلهم، فانت كده بتعلميهم. اما بقى لو عايزة تربيهم وانت كمان بتذاكري لهم، فهتطلبي منهم ان قبل ما نبدأ مذاكرة لازم نكون مصلين الفرض بتاعنا. لما نقعد ونذاكر لازم نسمي قبل ما نذاكر. ممكن نقول دعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، علشان المواضيع كلها تبقى سهلة بالنسبة لهم، حتى المذاكرة كل حاجة تبقى سهلة وهينة عليهم. وتعلميهم احنا بنذاكر ليه، علشان ده سؤال ممكن بعد كده الطفل يسأله لك لما يكبر. ايوه، في اطفال بتسأله هو ايه لازمتها المذاكرة. هتعلميهم ان المذاكرة ربنا امرنا ان احنا نحصل العلم، والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بكده من خلال آيات قرآنية وأحاديث شريفة، زي مثلا هنقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وحاجات كتير، ومنها إن الملائكة لتبسط يدي جناحيها لطالب العلم. وإنت يا حبيبي مهمتك في الوقت دوت بس إنك تحصل العلم، ولازم تذاكر، وإنت بتذاكر تذاكر بضمير، علشان الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا: إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وطبعا حتى المذاكرة تعتبر عمل، لأن هو ده العمل المطلوب منك في الوقت ده. وبعد ما نخلص مذاكرة ممكن نقول دعاء حلو نحمد ربنا. أيوة، نحمد ربنا. بتسمي في بداية أي حاجة وبنحمد ربنا في نهاية أي حاجة. وممكن نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لأن طبعا هنربط معاه إن أي حاجة بتحصل وأي نعم حتى تحصيل العلم فهو فضل من ربنا. لو أنت بتعملي كده مع أولادك يبقى أنت فعلا بتربيهم. ولو عايزة تسمعي الحلقة كاملة هسيب لك اللينك بتاعها في التعليقات، واتفرجوا عليها لأنها حلقة فعلا مهمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.